بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. عندنا كوبايتين دقيق بنصفيهم بالمصفى، رشة ملح، معلقة كبيرة فانيليا، معلقة كبيرة باكنج باودر. بنحرك المكونات الجافة كلها مع بعض. وفي زبدية تانية عندي كوباية سكر او حسب الرغبة، كوبايتين حليب سايل، وكوباية زيت. وبنحرك المكونات السايلة كلها مع بعض. اليوم ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الفول السوداني بدون بيض بأبسط مكونات وأحلى طعم. بننزل السائل حقنا على الدقيق شوية شوية لحد ما يوصل معانا الغوام ده. وفي قالب الكيك ناخد شوية زيت وبنمسح القالب كامل وبنرش عليه شوية دقيق. وإذا انتوا واثقين من القالب حقكم ما بيمسك ممكن تستغنوا من الدقيق عادي والزيت. ننزل شوية من العجينة حقتنا وعلى الفرن في درجة حرارة 180. كده خلاص الكيكة حقتنا أخدت 40 أو 45 دقيقة. عندنا تقريبا معلقتين أو 3 معالق دكوة، علبة حليب مكثف. نحاول نخلطهم مع بعض، وإذا لقينا القوام تقيل ممكن ننزل عليه بنص كاسة حليب. إلى أن يوصل معانا القوام ده. وهنا خلاص طلعت معانا الكيكة، أخدت تقريبا 45 دقيقة في النار. زي ما شايفين متماسكة جدا ولا محروقة ولا أي شيء. بننزل عليها من الخليط حقنا اللي فيه الدكوة بالحليب المكثف. ممكن تخلوا القوام أتقل شوية. شايفين متماسكة على الآخر. طعم جميل يا جماعة. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وطعم الفول السوداني يعني رهيب خالص مع الكيكة. لو أول مرة بتشوفوني يا ريت تدعموني بالاشتراك واللايك والشير. جربوها إن شاء الله يا رب تعجبكم. وبالعافية علينا وعليكم.